هناك قنوات دبلوماسية يمكن لها أن تفتح ويمكن لها أن تكون أن تفتح هذا النقاش. يبقى معنا أستاذ مصطفى بورزامة. دكتور وريتي غرسي، هل الأداة الاقتصادية قوية الآن في المواجهة أم يجب أن تكون هناك أدوات أخرى؟ نعم، نظن أنه الأداة بدأت منذ مراحل، لأنه كانت طبعا تباين في المنفعة بين البلدين، بين بلدين وبين كثير من دول الاتحاد الأوروبي. اليوم تقريبا الأستاذ كان ذكر نقطة مهمة جدا، المستوى المعيشي بالنسبة للمواطن الفرنسي والمداخيل طبعا الموجودة بالنسبة لفرنسا، وبالنسبة للديون الكبيرة الموجودة وتتخبط فيها فرنسا، لأنه بداية حركية للنشاط خاصة في عديد من الدول الأفريقية، عملية التحرر لعديد من الدول الأفريقية اللي نشوف تقريبا أينما حلت فرنسا في عديد من الدول الأفريقية، إلا طبعا شفنا أنه هب لعديد من دول. نظن أنه نحكي على نيجيريا، عفوا النيجر، وحتى بالنسبة لمالي، ثم بوركينا فاسو، ثم دول تقريبا دول الساحل ككل. نظن أنه هذا العجز الاقتصادي حتى بالنسبة لعديد من المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال طبعا اللي غادروا تقريبا فرنسا إلى وجهات أخرى. نظن أنه الأزمة الاقتصادية اللي تعاني منها فرنسا راح تكون سبب من طبعا الأسباب اللي خلت التهجم بهذه الطريقة. نظن أنه الجزائر طبعا حكيمة رزينة وعندها طبعا أساليبها اللي ممكن طبعا تستعملها، ولا يمكن أنه تصرح بهذا الجانب في المراحل طبعا القادمة. يمكن أنه اليوم شفنا النقاش هذا وشفنا طبعا الرد خاصة بالنسبة للوكالات، ولكن راح يكون رد في أمور أخرى. طيب سنواصل النقاش وسأعود إليك أستاذ فوزي. فقط نعيد ربط الاتصال بالأستاذ مصطفى بورزامة. أنت تحدثت على أنه يمكن لهذا التحقيق أو هذا الوثائقي أن يغلق الأبواب الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، لماذا؟ شوف، لأنه هناك طبقة سياسية في فرنسا لا تريد لهذه العلاقات أن تكون علاقات طبيعية، وأكيد أنه نحن الجزائريون على رأسنا رئيس الجمهورية والقائمون على هذا البلد يريدون من هذه العلاقات أن تكون بمبدأ السيادة، احترام سيادة الدول. وأظن أنه احترام سيادة الدول لا يمكن أن تنحدر مثل هكذا تحقيقات كما سمي في فرانس تيليفزيون. ظن أنه اليوم سوف تدخل أو سوف يعاد إدخال العلاقات الجزائرية الفرنسية في نفق مظلم. وأظن أنه لا يدركون أنه اليوم هذه القنوات الدبلوماسية يمكن لها أن ترمم ما أحدثته هذه الطبقة السياسية في اليمين المتطرف. أظن أنه نتابع دائما نحن صوت العقل بالنسبة لبعض الساسة الفرنسيين الذين يعني يريدون حقيقة إقامة علاقات حقيقية مع الدولة الجزائرية، ويريدون فعلا أنه تكون علاقات طبيعية جدا بمبدأ رابح رابح، بمبدأ كذلك اليوم لو تلاحظ فرنسا تعيش أزمة أستاذ مصطفى بورزامة، معذرة فقط سنواصل معك النقاش ولكن بعد أن نستمع إلى أذان صلاة العشاء. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. أستاذ مصطفى بورزامة، كنا معك قبل أن نستمع إلى صوت أذان الحق، وقبل هذا الفصل الإشاري كنا نتحدث على ما كتبته وكالة الأنباء وانتقدت فيه قناة فرانس تيليفزيون، وتحدث على أنه ذلك التحقيق ليس مهنيا ولا موضوعيا، وأيضا تحدثت على أنه يقدم أطروحات اليمين المتطرف. أنت ذكرت على أنه هذا التحقيق التلفزيوني يمكن أن يغلق باب الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا. أكيد أنه هم أو طبقة أو جانب من الطبقة السياسية في فرنسا يريد الضغط على الجزائر، ولكن هذا لن ينطلي على الجزائر. كذلك أخي عبد الملك يجب أن نقرأ من جانب آخر أنه هذا التحقيق سوف يبين لنا عدة نقاط التي يختبئ وراءها هذا اليمين المتطرف. هذا شبه التحقيق الذي روجت له هذه القنوات العمومية اللي هي فرانس تيليفزيون هو سوف يبين لنا عدة نقاط،
وما هي النقاط الواهية التي بنى عليها هذا التحقيق. وأظن أنه الجزائر كانت دائما سواء على لسان رئيس الجمهورية أو على لسان الدبلوماسية الجزائرية دائما تترك القنوات الدبلوماسية مفتوحة، ولكن إذا كان الأمر يعني سوف يمس السيادة الوطنية وسوف يمس أمننا القومي فإن الأمر سوف يتطور إلى ما لا يحمد عقباه. ولكن فليتذكر هؤلاء الساسة أنهم هم من بدأوا بمعاداة الجزائر، وكل من يعادي الجزائر في آخر المطاف سوف يخسر الكثير والكثير. ربما ضيفيك كان نتكلما عن شيء مهم جدا، أن الجزائر دائما مفتوحة يعني إجراء اتفاقيات وعلاقات دبلوماسية هادئة مع كل الدول، تنوع الشركاء. صحيح. وأظن أن الجزائر منذ 2019 إلى يومنا هذا تنوع الشراكات هو الذي ربما أزعج الجانب الفرنسي، لأنه هذا الجانب الفرنسي كان يعني يأخذ الصفقات بدون يعني أي شيء. ولكن اليوم الجزائر بالعكس تريد دائما إقامة علاقات حقيقية واتفاقيات حقيقية على أرض الواقع، بحيث وعلاقة ندية. دكتور مصطفى بورزامة، أستاذ مصطفى بورزامة الأستاذ الجامعي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ فوزي، كنا نتحدث عن المواجهات وأيضا الأداة الاقتصادية مهمة جدا في المواجهة. الجزائر تريد أن تنوع شركائها وتريد أن تتعامل مع فرنسا معاملة ندية. صحيح. أعطيك مثال. هناك المعاملة بالمثل في الجانب الإيجابي والسلبي. أعطيك مثال، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول نلاحظ صراع بين الصين والولايات المتحدة بخصوص فرض الضرائب على الصادرات والواردات لكلتا البلدين. نفس الشيء الذي سمعناه في تصريح الرئيس الأمريكي أنه هدد فرنسا بمضاعفة الضرائب إلى 200% إذا لم تستسلم وترضخ إلى السياسة الخارجية الأمريكية. مؤخرا نفس الشيء في قيمة الدواء. صحيح. نفس الشيء أتمنى وأرجو أن تتم هذا التضييق في الشكل قانونيا. على سبيل المثال، لأنه كيف يجسد على أرض الميدان؟ يجسد عبر المناقصات الدولية التي تعلنها الشركات الاقتصادية الوطنية بخصوص ما يتم استيراده من قطاع الغيار والمواد الأولية التي يحتاجها السوق الجزائري. هناك في دفتر الشروط لكل يعني صاحب مشروع لديه دفتر شروط وفيه شروط تقنية للمعدات التي وجب استعمالها في المصانع أو في خطوط الإنتاج أو أيا كانت، أو في المواد الأولية أو في قطاع الغيار. وجب أن نفرض أن التكنولوجيا التي نريدها تنحصر على بعض الدول، على سبيل المثال الصين، اليابان، إيطاليا، ألمانيا، التي تعرف يعني بازدهارها وتصدرها وريادتها للمكننة والصناعة الميكانيكية. عندما نضع هذه الشروط في دفاتر الشروط، فإن الشركات الفرنسية التي ألفت أن تصدر لنا وتشارك في المناقصات الدولية لتوريد المعدات ذات التكنولوجيا الفرنسية يتعذر عليها ذلك، أي بمعنى أنها سوف تشتري تلك المعدات من دول أخرى، مما يزيد على التكلفة بخصوص النقل أو قيمة تلك المعدات، وبالتالي لن تستطيع منافسة الشركات التي ستشارك مثلا من اليابان أو الصين. إذن هنا في الشكل سوف لن تستطيع الفوز بإرساء المناقصات الدولية. أضيف أشياء أخرى. وجب الولوج إلى الأسواق الفرنسية أو الأوروبية بصفة عامة. كيف ذلك؟ الآن التصدير يجب أن لا نكتفي بالترويج في المواقع الإشهارية وبحسن المنتوجات الجزائرية سواء في القطاع الخاص أو العام، بل وجب أن ننشئ شركات جزائرية في فرنسا وفي دول أخرى خارج فرنسا. كيف ذلك؟ لدينا نملك شركات وطنية رائدة في الإنتاج. أعطيك مثلا مثال مجمع جيكا لصناعة الإسمنت.
يستطيع لدينا 14 مصنع إسمنت، ولدينا إحصائيات من يستورد الإسمنت من الجزائر. يستطيع مجمع جيكا أن ينشئ شركة باسم مجمع جيكا في فرنسا، في ألمانيا، في الدول التي لدينا إحصائيات ورقم أعمال أننا نصدر لها، ويقوم ببناء أو كراء لي ديبو دو ستوكاج، يعني خانتني كيف أعبرها باللغة العربية، مخازن تخزين الإسمنت، سواء كان أنفراك أو في العلب. إلى هنا النقطة واضحة. بعدها ماذا وجب أن نقوم؟ جيكا هي من تشرف على تسويق منتجاتها في ذلك البلد. ضف إلى ذلك أن كل بلد لديه حدود جغرافية مع أقل شيء 3 بلدان. نعم. إذن كل مصنع سوف يسوق ذلك المنتوج لذلك البلد وأقل شيء 3 بلدان أخرى. نعم. عندك 14 مصنع في 3، عندك 50 دولة تقدر تسوق لها المنتوج نتاعك بأسعار مرتفعة عما كنا نصدره سابقا. طيب. أستاذ فوزي، هذه نعم هذه الأفكار